كوكو بدايات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في افضل الاحوال ديالكم ان شاء الله يا ربي. رمضان كريم، نتمنى من الله تكونوا دوزتوا نهاركم الاول بخير وعلى خير في افضل الاحوال ديالكم. اليوم ان شاء الله هنشارك معكم بريوات بلادند وفلفله ملونه والفخوماج كيجيو غزالين بزاف بزاف، ما غتشبعوش منهم. وسمعوا لي على تقرميشه كيدير. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجيو مقرمشين غزالين، لقوا فيهم خطير. بسم الله، اسمعوا لي على تقرميشه. بسم الله. واحد لقوا فيهم خطير، واعرين كيجيو فنين. شوفوا تبارك الله الورقه كما كتشوفوا مقرمشين غزالين. غير جربوهم ما غاديش تندموا عليهم، غيوليو دائما تصايبوهم حيت فريمون كيستحقوا التجربه وجالوكو ديالهم غزال. بسم الله على بركه الله. اول حاجه هنايا كنكونوا شدين لدند بقبل على الاقل واحد 3 سوايع ولا على الاقل باش يشرب الملحه والحامض. كنحكوا ليه واحد الحامضه، كندير ليه مليحه وكندير ليه واحد نص معلقه ديال الخرقوم. ضروري ديروها راه كتبننوا. وكنقطعوا هنايا كما شفتوا درت كميه كافيه ديال الملحه والحامض. حكوه هكا حسن في حكاكه رقيقه. كتقطعوا داك لدند قطع متوسطه باش يشربوا الحامض دغيا. الا كنتو زربانين ما كنتوش زربان تقدروا ديروه هكا كليله كامله ديروه في الحامض وتخليوه، ولكن من الاحسن تقطعوه. هنا كما شفتوا غادي نشدو غادي نقطعو على هذا الشكل هذا، وغادي نخليه في هذاك الماء والملحه والسكينجبير ونخليه حتى يترقد لينا مزيان. هنا من بعد ما ترقد لينا كنبقاو نقطعوه، الا قطعناه كنردوها لذاك البانيو وكنخليوه حتى تيشرب هذاك الحامض مزيان. كنشلوه وكنحطوه يستقطر. بسم الله على بركه الله. هنايا عندي انا خديت فلفله ملونه بصله كبيره حجم كبير حيت غندير كيلو كامل ديال اللدان. كما شفتوا انا قطعتها. غادي ندير لها زويته ومليحه وغادي نشعلوا عليها على النار مهيله على خطره باش تهبط. ديما تهبط البصله غنكونوا قطعنا ديك الفلفله، يعني ديما صدقوا البصله دير لها مليحه وحطوها وغطيو عليها حتى تهبط. هنا كما كتشوفوا فاش غطيتها جيت باش نقطع فلفله، وهي البصله ديالنا كما كتشوفوا هبطات. بين ما قطعت الفلفله غنضيفوا الفلفله وغنزيدوا لها حتى هي شويه المليحه. غنحركوها وغنعاودوا نغطيو عليها باش تهبط لينا دغيا. صافي هنايا غادي نغطيو عليها بين ما تهبط لينا. غادي نقطعوا واحد الحمضه مصيره، غنقطعها انا كامله حمضه مصيره صغيره على حسب نتوما شنو بغيتو. شوفوا هنايا من بعد ما هبطت لنا الفلفله غادي نضيفوا داك اللداد. من بعد ما استقطر لينا غنضيفوا داك اللداد وغادي نحركوه. شوفوا راه تبارك الله شارب ملحه داكشي باش تا طاب لينا كلشي. عاد زدناه حيت هو راه شارب الملحه، راه دغيا غادي يطيب غير واحد شي شويه غيكون طاب. هنايا غادي نحركوه. هنايا فاش ترميو لدان تجهدوا البوطه باش ما يطلق لكمش الماء. الا طلق لكم الماء حيدوا داك الماء، عوجوا المقيله حتى تصفيو هذاك الماء ضروري باش ما يبقاش لكم فيه الماء. هنا غندير عاوتاني زويته نباتيه زويته بلديه لداك لدان، وغادي نديروا ليه التوابل. هنايا انا درت غير نص معلقه د الملحه حيتاش لدان تشرب الملحه مزيان، والفلفله فيها الملحه والبصله درت ليها الملحه وحتى وغنديروا حمض مصير الزيتون كلشي مالح فهمتوا. صلصه الصوجه درت نص معلقه ديال الملحه، ودرت هنايا معلقه كبيره معلقه صغيره عفوا عامره ديال الخرقوم. هنا كما كتشوفوا درت معلقه ونص ديال التحميره، درت معلقه ونص. ديروا هاد التوابل اللي درت راهم جالوكو ديالهم خطير بزاف. وحتى الملحه جات هي هذيك كما كتشوفوا نص معلقه د البزار. كنضيفوا ليهم 2 معلقات صغار د الكمون. انا عطيتكم المقادير بالتدقيق باش يجيوكم كما جاوني ان شاء الله يا ربي. انا درت معلقه صغيره عامره مزيان ديال سكينجبر كما كتشوفوا. عطيوهم حقهم في القوام ديالهم راه غيجيو بنانين. هنايا ندير شويه السودانيه غير واحد شي شويه، كيبقى اختيار ديالكم.
وشويه ديال واحد نص معلقه ديال الهريسه. اللي بغى فيهم الحار بزاف يديروا، انا ما كنبغيش نديرو بزاف على حسب بنتي، كندير ليهم غير شويه باش يبننهم. هنايا كما كتشوفوا انا كنخليهم كيبقى يتشحر هذيك المقيله. وهنايا كنزيدو صلصه الصوجا كما كتشوفوا، تقريبا واحد معلقه كبيره ديال صلصه الصوجا. باش من بعد غادي نضيفها على الشعريه الصينيه. هنايا كنضيفو اخر حاجه قلتلكم صلصه الصوجا والزيتون والحمض المسير اللي ديجا قطعنا قطع صغار. غادي نحركو كلشي نرجع لكم. صافي هنايا راه راه طابو، شوفوا تبارك الله كيفاش جاو. غنغطيو عليهم وغنحكو فرماج. انا درت هذا ديال الادام زوين صراحه، خديته من بيم زوين. غنحكو واحد 150 غرام تقريبا ديال الفرماج حمر. هنا انا خديت شعريه صينيه كبيره وشعريه صينيه صغيره، وحده كبيره وحده صغيره. انا كنخدم بهذيك الزرقاء ديال الشينوا كتجيني بلينه اكثر. غنحيدوا لهداك الخويط وغادي نحلوها ونخليوها حتى كتطلق لينا. هنايا كما كتشوفوا شديتها انا قطعتها من بعد ما سقطرات مزيان الماء ديالها. غنضيفوا لها زويته بلديه. انا كنضيف لها زويته بلديه باش كتولي ملمعه وما كتعجل لكم ما والو. هنا غادي نضيفوا عليه هذاك الحشوه اللي طيبنا كما كتشوفوا. هنايا من بعد ما ضفت الحشوه غادي نضيفوا داك الفرماج حتى الاخر عاد كنضيفوه. انا غنضيفوه غنرجع لكم. بعد ما نضيفوه غادي نحركو كلشي مزيان. شوفوا هنايا وزدت لهم صلصه الصوجا، زدت واحد المعلقه تقريبا ديال صلصه الصوجا. وشوفوا هنايا اللوغو ديالهم راه جا خطير بزاف بزاف. انا صايبتهم صراحه في الليل داكشي باش كنتصور شويه عيان، الاضاءه عندي عيانه. شوفوا تبارك الله راه كيجيو عامرين بلادان. اللي بغي الا بغيتو ديروا حتى جوج شعريات كبار راه يجيو مزيانين. غير انا كيعجبني لادان يجي فيهم كتير على الشعريه، ولكن زعما الا كنتو مثلا كثيرين وبغيتو يعطيكم كونتيتي كثر ديروا جوج شعريات كبار. هنا كنشدوا الورقه ديال البسطيله كندوبوا الزبده باش نبقاو ندهنوها. عندنا هنايا الفرص مع الماء باش نسدو. انا كنقسم الورقه على 3، كنقسم الورقه على 3 خليو داك الوسط شي شويه صغير والجناب كبروهم كما كتشوفوا باش يصلح لكم طويوهم. انا هاد الطريقه هي اللي كندير، راكم شفتوها معايا حتى في البريوات. كنحطهم على هنايا كنديروا الجهه اللي مزيته من برا والناشفه من الداخل وكندهنوها بالزبده باش كيبقاو مقرمشين. كندير هاد الطريقه 4 ب4 5 ب5 باش كنسربي. فاش كندير لي نسدهم كنجمعهم كنبقى ندير ليهم كما كتشوفوا طحين مع الماء ونسدهم. هنا ما عنديش انا اللي صورني داكشي ما صورت لكمش بالتفاصيل. هنا غادي نسدهم مزيان باش ما يتحلوش كما قلت لكم، باش ما يتحلوش فاش تكونوا كطيبوهم. هنا تشوفوا تبارك الله كيفاش كيجيو غزالين وعامرين. هنا كنكرر نفس العمليه عاوتاني. كنحط الشرائط فوق الطبله وكندير الحشوه دقه واحده وكنبقى نجمعهم هكا باش كتجينا ساهله ودغيا كنسالي بيه. صافي هكا غنكملوا حتى نسلاو. انا جيت هنا لفوق الطبله حيت عييت بالوقيف صايبتهم فوق الطبله. فاش كتكون اسباس كبير كيكون افضل كتبقاو تخدموهم سوا 5 ب5 سوا 6 ب6 تتساليوهم دغيا. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجيو. دابا غادي نشارك معكم طريقه الاحتفاظ. بالنسبه لي انا في طريقه الاحتفاظ كنجيب السلوفان هنا ياك كندير 3 وكندور عليهم السلوفان وكندير فوقهم 3 اخرين كيكون السلوفان فارقهم. انا كندير في كل وحدين 6 كندير 3 فوق 3، ولكن كما شفتوا راه دورت عليهم السلوفان باش ما كيتلاصقوش لينا فاش كندخلهم المجمد. وكندير لهم بحال هكا كما قلت لكم كندور عليهم السلوفان مزيان باش ما تدخلهمش الريحه ديال الفريكو على هذا الشكل هذا. كنكرروا نفس العمليه. شوفوا وحدين خليتهم غير بالسلوفان، هادو اللي غنستعمل في اليامات الاولين ديال رمضان ان شاء الله، والاخرين اللي غادي يبقاو واحد شويه في الفريكو زدت لهم حتى ديك الميكا ديال اللحم عاودت ضبلت لهم الميكات وغادي نحطوهم. وراه عطاوني تبارك الله كميه اللي هي كبيره كما كتشوفوا. بالنسبه لطريقه الطيب سواء كتقليوهم سواء كديرهم في الفران، انا كنفضلهم في الفران. دابا منين بغيت ندير معاكم لا ديغوستاسيون بغيت غير كميه قليله ما بغيتش نشعل الفران. هنا انا قليتهم في الزيت، كديروا الزيت سخونه وكتنقصوا عليها وكتبقاو تحركوهم. وشوفوا لي تبارك الله ما شاء الله كيفاش جاو
شوفوا على تحميره فيهم. وما نقولش لكم راه لوغوجا خطير بزاف بزاف. المذاق متاكده غادي يعجبكم حيت فريمون جاو بنانين، غير عطيوهم حقهم في القوام كما قلت لكم وغادي يجيو بنانين. غنفتح معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجيو، راه كيجيو عامرين بلادان. كما قلت لكم بغيتو تزيدوا الشعريه زيدوها. المهم انا كيعجبوني هكا، شاركت معكم الطريقه ديالي بجميع التفاصيل ديالها. نتمنى من الله تجربوهم حيت فريمون كيستحقوا التجربه وكيجيو فيهم لوغو خطير بزاف بزاف. وبهكا غنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم. واللي عجبو الفيديو ما يبخلش عليا بلايك. اللي اول مره كيشاهد القناه يشترك فيها وفعل الجرس باش دائما نوصل جديد. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، ورمضان كريم.